السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. انتبه، اليوم نبغى ننفض الغبار، نبغى ننفض الهم والغم اللي في قلوبنا، نبغى ننفض حياة القرف اللي احنا عايشين فيها، نبغى نطهر أسماعنا وأبصارنا وألسنتنا وقلوبنا، نبغى نطهر جوالاتنا. أول في محل جوالات قد كذا عمره 9 سنوات أو 10 سنوات، 9 سنوات أو 10 سنوات، أقسم بالله قبل ما أجي الجلسة مقابله في محل جوالات قد كذا معاه جوال سامسونج جاي يحمل برامج، جاي ايش ترسل؟ قال ارسل لزملائي واصحابي صور شباب في الابتدائي ثالثة ورابعة يرسلون مقاطع إباحية ما مرض، وعشان كذا الفقر تأخر، عشان كذا كوارث، عشان كذا كل فترة الشمس مكسفة ومكسفة وقمر. نقول ليه؟ كلنا إلا ما رحم ربي أصبحنا نحارب الله بجوالاتنا بسياراتنا ببيوتنا بكل شيء، بألسنتنا بأسماعنا بأبصارنا، وأقسم بالله إحنا قاعدين نحارب الله بالذنوب والمعاصي. والله ما نقد الله عز وجل قادر أن يخسف بنا. لما حاربوه قوم لوط وانتشر اللواط مثل ما منتشر في زماننا الآن، الله عز وجل أرسل إليهم النذير. الله ما يعذب إلا بعد ما يرسل الرسل، بعد ما يرسل النذر. أرسل لهم لوط ما استجابوا، فأمر الله سبحانه وتعالى جبريل أن يرفع قريتهم بطرف جناحه إلى السماء، حتى سمع الملائكة صياح كلاب ديكتهم ونباح كلابهم، فجعل الله عاليها سافلها. 70 شاب في سجن بريمان عندنا، 70 شاب جنس ثالث. ألقي محاضرة في حي من أحياء جدة، يجيني شاب في ثانية ثانوي بعد المحاضرة يبكي يقول لي يا شيخ كنت أحب لواحد أكبر مني وكان بيني وبينه علاقة محرمة يفعل في وأفعل فيه، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. ذولا ما يستحقوا يعيشوا، هذا ما يستحق يعيش، هذا انتكست فطرته. كيف يسمح لنفسه ان يصير مرحاض، كل من اتى فرغ فيه وقضى حاجته فيه، كيف يسمح لنفسه؟ انتكست فطرته. كل من اراد ان يفرغ حاجته وشهوته شال هذا، سمع النفس انه يكون مرحاض للاخرين، يكون مرحاض للاخرين. في زمن ابو بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه ارسل والي الشام الى ابو بكر الصديق قال وجدنا رجل، وقليلة في كلمة رجل، خسارة في كلمة رجل، اللي يرضى على نفسه، اللي يسمح للآخرين أن يفعلوا فيه ويضيعوا شرفه ورجولته، قليلة في كلمة رجل، خسارة في كلمة رجل. يا أمير المؤمنين وجدنا رجل يؤتى في دبره، فاجتمع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، اتفق الأربعة على أن يقتل. هذا ما يستحق يعيش. إذا ما تاب ورجع إلى الله والله إن الحياة التي يملكها لا يستحقها. يعطي الله الحياة، يعطي الله الصحة والعافية والرجولة، ثم يسمح للآخرين أن يفعلوا فيه، يضيعوا مروءته وشرفه وعرضه. فاتفق الأربعة رضي الله عنهم وأرضاه أن يقتل، لكن اختلفوا كيف يقتل. فقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه، وهذه القصة ذكرها الإمام الذهبي في كتاب الكبائر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه أرى يا أمير المؤمنين أن يحرق. فكتب أبو بكر لوالي الشام يحرق بالنار. 70 في سجن بريمان والعدد في ازدياد. ألقي محاضرة الأسبوع الماضي في حي النسيم
يخرج لي شاب 24 سنة اتصل في 24 سنة لكنه تاب. نسأل الله أن يقبل توبته وأن يعفو عنه وأن يثبته من العقوبات التي يورثها الإنسان، يورثها الله عز وجل في الإنسان الذي يفعل ويدمن على هذه الجريمة الشنعاء، أن الله جل في علاه يورث شهوة النساء. إن كان من مات، يقول ابن عباس، عن من مات وقلبه متعلق بحب المردان، إذا كان في قبره يجعل الله عليه نصف عذاب أهل الأرض. هذا من؟ هذا الذي تعلق قلبه بالمردان. ويقول أحد الصحابة أو يقول ابن القيم رحمه الله: من تعلق قلبه بحب المردان فهذا رجل سقط من عين الله. هذا إنسان ما له قيمة عند الله، إنسان تافه. فلا بد أن نستيقظ، لا بد أن نفيق، لا بد أن نصحى. يكفي يا شباب، والله يكفينا 14,000 اللي في سجن بريمان، يكفون 50,000 اللي في سجن في مستشفى الأمل، يكفون الشباب اللي يموتون سكارى ومحششين، يكفون الشباب اللي جونا في مغاسل الأموات يتغسل ينحط المويه في فمه يطلعوا الحكرة من فمه. إلى متى؟ ما خلقنا الله من أجل هذا، ما خلقنا الله عز وجل من أجل هذا، خلقنا الله من أجل أن نكون عبيد إليه. وما خلقت الجن والإنس إلا يعبدون. كن عبد لله ليس عبد للشهوات. اسمع، ترى الله سبحانه وتعالى ينتظر عودتك ورجعتك، وهو غني عنا سبحانه وتعالى. والله يريد أن يتوب عليكم، 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 ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.